كلنا رحنا المتحف المصري قبل كده، وكل الناس بتعدي من على لوحة مشهورة جدا، وهي لوحات حس رع. وكلنا عارفين ان هما 3 لوحات بيمثلوا حس رع في مراحل شباب مختلفة: مرحلة الصغر ومرحلة الكهولة، ومتصور في اللوحة التالتة وهو في العالم الآخر وقاعد قدامه مائدة القرابين، وعليها من أرغفة الخبز والغزلان واللحوم وغيره من أصناف الحاجات اللي بتقدم ليه ولروحه. بس هل مننا حد سأل نفسه يا ترى اسم حيث رع فين في وسط العلامات الهيروغليفية الكتيرة اللي على كل لوحة من اللوحات؟ في كل لوحة من اللوحات هنلاقي كتير جدا من العلامات الهيروغليفية والكتابات اللي بتحكي عن حيث رع والوظائف اللي كان متقلدها في الدولة، والألقاب الشرفية بتاعته، وأنواع القرابين المقدمة ليه. ودايما بتنتهي كل الكتابات الهيروغليفية بإيه الاسم بتاعه في الآخر، اللي هو موجود في اللوحة التالتة اللي هو متصور فيها قاعد على على الكرسي قدام مائدة القرابين. هنلاقي هنا اسم حيسي رع، هنلاقي كلمة حيسي مكتوبة هنا، وبعد كده كلمة رع هنلاقيها مكتوبة فوقيها. هنلاقيها برضو في اللوحة اللي مكتوبة أو اللي مرسوم فيها بالشكل الشباب بتاعه، اللي هي مكتوبة كلمة حسي وبعدين كلمة رع موجودة فوقيها. طب احنا ليه بنقول بننطق حسي رع؟ طب ليه كلمة رع اتكتبت الأول وبعد كده كلمة حسي؟ وإيه هي يا ترى الألقاب والوظائف المكتوبة التانية في الأشكال الهيروغليفية الموجودة قدامنا هنا؟ زي علامة سش، معنى كده إن هو كان كاتب، ومش أي كاتب، لأ ده كان ليه درجة في إن هو كاتب، مش أي كاتب، لأ ده سيش نسوس اللي هو كاتب الملك. وغيرها تاني من العلامات الهيروغليفية اللي بتبين الألقاب الشرفية والوظائف اللي تولاها حيث رع. كتير جدا هنعرفها في كورس الإرشاد السياحي اللي هيبدأ بكرة إن شاء الله. لو عايزين تعرفوا أكتر عن لوحات حيث رع وغيرها من أسرار القطع الأثرية الموجودة في المتحف، شرفونا بالانضمام لكورس الإرشاد السياحي بالاتصال على الرقم ده، أو زوروا المقر بتاعنا.